السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. ببدأ معكم الدرس النظري مع العملي لكيفية إعداد الشيرة والقيمات المقرمشة الناجحة. بالنسبة لي الشيرة والقيمات أنا أسميها سهل ممتنع، بسهولة الواحد يسويها، لكن مو أي أحد ممكن تضبط معه. ممكن نستخدم العسل أو دبس التمر للقيمات، لكن اليوم بشرح عن الشيرة لأنه لها طريقة بالإعداد. الشيرة مكوناتها واحدة اللي هي عبارة عن السكر والماء وعصير الليمون، ولكن تختلف النكهات اللي ممكن تضيفونها عليها. وهي تيجي نوعين، في نوع خفيفة للحلويات اللي لازم تشرب الشيرة كاملة مثل البسبوسة، الكنافة، البقلاوة. غالبا يكون معيار السكر هو نفس معيار الماء، يعني مثلا لو حطينا كوب سكر يقابله كوب من الماء وهكذا. النوع الثاني اللي هي ثقيلة للحلويات اللي لازم تكون مغلفة بالشيرة بس وتكون مقرمشة من برا وطرية من الداخل، مثل بلح الشام والقطايف والعوامة اللي هي القيمات. وهنا لازم تكون الشيرة أو الشراب ثقيل وبارد، ويكون مقدار السكر ضعف مقدار الماء. يعني مثلا لو حطينا كوبين سكر لازم يقابلهم كوب ماء، طبعا مع إضافة الليمون وهكذا. أما عن سبب إضافة الليمون للشيرة، حتى لا يرجع السكر يتسكر مرة ثانية، ومعنى يسكر يعني ترجع حبات السكر تتكون مرة ثانية. هنا عندي الشيرة مسويتها من 3 شهور تقريبا، لو تلاحظون ما في بلورات سكر تحت، يعني ما رجع تكون السكر مرة ثانية. حطتها بالمطبخ ولا تغيرت ولا صار فيها أي شيء. وكيف نكتشف إن الشيرة صارت جاهزة؟ نحط نقطة بين أصابعنا، ولو بردت وصارت لزجة معناتها إنها ضبطت. وفي طريقة ثانية، نحط نقطة على سطح بارد، لو انفرشت وكانت سائلة معناتها إنه ما جهزت، لو كانت ملمومة معناتها إنها صارت جاهزة. أحيانا تجين رسائل يقولون إنها صارت جدا ثقيلة وقاسية، السبب إنه كمية الليمون تكون زايدة، لازم ننتبه لمقدار الليمون. لما بطبقها معكم عملي، أنا حابة إني أسويها خفيفة، وأنتم لكم الحرية تختارون بين الخفيفة وبين الثقيلة. هنا كوبين سكر اللي هو السكر الناعم، مو خشن ولا بودرة، وهنا كوبين ماء، المقدار متساوي. وعندي هنا باخذ ملعقة صغيرة فقط من عصير الليمون. بالنسبة للنكهات عندي هنا هيل، والهيل لازم أفتح الحبات عشان تكون نكهة قوية، وفي عود من القرفة، وممكن زعفران. الزعفران يعطيها نكهة حلوة ويعطيها لون، يغير اللون. وممكن تستبدلون هالنكهات بماء الورد وماء الزهر، وهذا اختياري على حسب ذوقكم واللي تحبون نكهته. الآن نجهز القدر اللي بسوي فيه الشيرة. بحط السكر، بسم الله، وبضيف الماء. الماء يكون فاتر، لا يكون حار مغلي. وبضيف عصرة ليمون تقريبا ملعقة صغيرة، بعدين أحطه على النار. الآن نخليها على النار بدون تحريك لمدة تقريبا من 15 ل 20 دقيقة. أما بالنسبة للنكهات ما راح أضيفها الحين، بضيفها بالأخير. هلا باقي 5 دقايق بتخلص. حطيت الهيل، حطيت القرفة، أو ممكن تضيفون الهيل والقرفة في البداية، ولكن ماء الورد وماء الزهر أنا أفضل إنه يكون في الأخير. أيضا بضيف رشة زعفران. وبعد 20 دقيقة سويت لها اختبار، حطيت شوي هنا، لما بردت ما انفرشت، ولما حطيتها بين أصابعي صارت لزجة. الآن سكرت النار، بخليها تبرد تماما، بعدين أصفيها وأحطها برطمان زجاجي، وممكن تحطونها هي والقرفة والهيل. جتني بعض الرسائل عن طريقة الحفظ. أنا عادي أخليها برا الثلاجة، برطمان زجاجي محكم الإغلاق، تجلس عندي لين 3 شهور ما تغيرت أبدا زي ما شفتوا. ونبدأ بسم الله مع القيمات. القيمات طريقتها بالمرة سهلة وتختلف، تتنوع الطرق. في ناس يسوونها بالزبادي، في ناس بالحليب، في باللبن، في بالبطاطس، تختلف الطرق من واحدة لثانية. أما بالنسبة لطريقة العجن، ممكن استخدام العجانة، ممكن تعجنونها بوسط اليد. مقادير القيمات تتكون من جزئين، جزء مقادير جافة وجزء مقادير سائلة. المقادير الجافة 3 أكواب دقيق، ونصف كوب حليب بودرة، ثلثين الكوب نشا ذرة، وملعقة ونص خميرة فورية. والمقادير السائلة 2.25 كوب ماء فاتر، ثلث كوب زيت نباتي، وبيضة. اللي بسويه الآن اللي بخلط المقادير الجافة هذه مع بعض،
وبخلط المقادير السائلة مع بعض. بعدين أحطهم كلهم داخل العجانة. الآن بعجنها لمدة 10 دقايق، وهذا سر من أسرار القيمات اللي هي كثرة الخفق عشان تدخل أكبر كمية هواء داخل العجينة. بعد 10 دقايق رجعت له، طلعت العجينة أخف من عجينة الفطاير، تقريبا شبه سايلة، وكل ما خمرت تبي تخف زيادة. الآن بغطيها بخليها بمكان دافي لمدة ساعة، والأفضل كان المكان يكون مظلم. علشان أوضح لكم أكثر، هذا هو قوام العجينة. في عندي ملاحظة بالنسبة للشيرة. لو لاحظتوا أنا سويت الشيرة الخفيفة، لكن خليتها تطول من 15 ل 20 دقيقة، فصارت عندي ثقيلة بالشكل هذا. وهذا هو القوام اللي أنا حابته. لو حابينها تكون خفيفة خلوها بس 10 دقايق. وهنا العجينة بعد ساعة ما شاء الله تبارك الله تضاعف حجمها. الآن لازم أعجنها مرة ثانية، ما يكون فيها فقاعات أبدا عشان ما تتفقع بالزيت. الآن بجهز الزيت. لازم يكون عندي الوعاء عميق. وبالنسبة للزيت، أفضل زيت أنا جربته اللي هو العربي، يعطي قرمشة أكثر للمقالي. وأقصد بأنه الوعاء عميق علشان لما أحط الزيت يكون كمية الزيت كبيرة، بحيث أنه ما تنزل حبة القيمات تحت وتصير شكلها مسطح. يا بنات العجينة زدتها ربع كوب، ما حسيت أنها ثقيلة، فصار القوام عندي بالشكل هذا. هذا قوام مضبوط. الآن جهزت العجينة وجهزت صحن حطيت فيه زيت وملعقة صغيرة. والزيت أول شيء على حرارة عالية، بعدين اللي أقصده أنكم تشغلون الزيت على حرارة عالية، بعدين إذا صار حار ننزل الحرارة تصير هادي بالمرة، بعدين نبدأ بالتلقيم. ونجهز هنا صفاية وشب كبير علشان أحرك وأشيل القيمات من الزيت. وانتم تلقمون لازم يكون بسرعة علشان ما تشقر من تحت، نبغاها كلها تصير بلون واحد. أما بالنسبة لطريقة التقليب، أفضل شيء الحركة هذه. الطريقة هذه توصل لك الحرارة لجميع جهات القيمات. أو ما دام قاعدين نحرك، بقول لكم أسرار قرمشة القيمات. أول شيء، أول سر اللي هو لابد يكون العجينة فيها زيت، عجينة القيمات. السر الثاني اللي هي طريقة القلي. وبعيد الطريقة مرة ثانية. أول شيء تحطين الزيت وبعدين تشغلين النار، يكون الحرارة عالية لحد ما يحتمي. إذا احتمى الزيت تقصرين النار على حرارة هادية بالمرة، مرة هادية. وبعدين إذا برد شوي الزيت تبدين تلقمين القيمات. بعد ما تنتهي من تلقيم القيمات زي ما سويت أنا الآن، تحطينه على حرارة هادية، ما هي هادية بالمرة. السبب اني وقت مرحلة التلقيم الحرارة كانت هادية بالمرة علشان اضمن انه القيمات كلها يكون لونها واحد. لو كانت الحرارة هادية يصير النص لون بني والنص الثاني فاتح. وترى جمال القيمات انها تكون كلها نفس درجة اللون. بعدين لما خلصت من تلقيم القيمات وحطيت الحرارة على هادية، ليش؟ ابغى علشان تستوي من برا من داخل وما يكون عجين من الداخل. ترى بالنسبة لتكنيك طريقة القلي انتم بتحسونه صعب، لكن انت اكتبيها على 3 مراحل وعودي نفسك مرة مرتين 3 لحد ما تتقنين طريقة. يعني اذا جيت تسوين القيمات يدك بالمقلاة، ما تروحين بعيد، خليك حولها. الآن احمرت، بطلعها من الزيت، بس ابغاكم تسمعون صوت القرمشة.
القيمات حطيتهم بعد الصفاية على ورق ماصل الزيت. بعدين هذه الشيرة صفيتها من الهيل والزعفران والقرفة. الآن بعد ما تصفت من الزيت أخذ القيمات وأحطها أغطسها كلها داخل الشيرة، وضروري الشيرة تكون باردة. بعدين أقلبها علشان أضمن إنه تتغلف كلها بالشيرة. بعد ما تأكدت إنها تلبست كلها بالشيرة، الآن أنقلها صحن مفتوح أفضل عشان تتعرض على الهواء، لا تكتمونها. الدفعة الثانية سويتها أصغر. نصيحة لكل اللي تطلع معجنة معهم، كل ما صغرتوها بتكون فاضية أكثر من الداخل. وبكذا انتهيت من الدرس النظري العملي للشيرة والقيمات. إن شاء الله يكون أعجبكم، والله بلغني إياكم رمضان والجميع بصحة وسعادة وعافية. وكاقتراح للتقديم ترشون عليها السمسم، تشكونها بالشوكة الصغيرة.